السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض الاكلير بطريقة سهلة جدا في البيت، وان شاء الله هقول لكم على طريقة الكريمة كمان، طريقة متميزة جدا وايه البديل بتاعها لو مش متوفر عندك الطريقة اللي انا هقولها لكم النهارده في الفيديو. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وكمان تابعوني في صفحة القناة على الفيسبوك نجلاء فتحي او نوجا تشانل. ويلا بينا على طول نشوف هنعمل مع بعض الاكلير بالطريقة التحفة دي ازاي. هنحتاج للوصفة بتاعتنا كوبايتين كبار من المية، طبعا ممكن تستخدمي الكوب المعياري وممكن تستخدمي الكوباية العادية، كوباية من الزبدة وكوبايتين، كوباية منهم كده يعني تبقى مليانة بالدقيق وكوباية منهم ممسوحة، وكمان 6 بيضات وفانيليا، ممكن تستعملي الفانيليا السايلة، ومعلقة من الخل ومعلقة من السكر. في البداية طبعا هنحط معلقة كبيرة كده من السكر في المية، وكمان هنحط كوباية من الزبدة الدايبة. عايزة اقولك انك ممكن تستخدمي السمنة وممكن تستخدمي الزيت، لكن الطعم بيختلف. الزبدة بصراحة أحلى طعم فيهم، أنا جربت كل يعني أنواع الدهون في الإكلير. بعد كده هنحط معلقة من يعني ربع معلقة كده صغيرة من الملح على الدقيق ونقلبه كويس، وبعدين أول ما الزبدة بتاعتنا مع المية تغلي هنبتدي نرفع فيها الدقيق. طبعا هتحطيه دفعة واحدة، وبعد كده هترجعي تقلبي لغاية ما يعني تلاقي بدأت العجينة تلزق منك في الحلة، يعني تقلبي كويس جدا على نار هادية. ومن بعد مرحلة الغليان بتاخد حوالي 10 دقايق بس تقليب، لغاية ما تحسي ان العجينة نفسها بدأت تعمل طبقة كده في الحلة. بعد كده هنبتدي بقى نحط كل المكونات دي في حاجة واسعة كده عشان نبتدي مرحلة الخفق، وهنحط الفانيليا مع البيض، وبعدين هنحط كمان معلقة من الخل، وهنبتدي كده نقول بسم الله، ونبتدي الأول نبرد العجينة بتاعتنا قبل ما نحط البيض، نبردها شوية كده بس مش هنسيبها لما تبرد قوي. وبعد كده نبتدي نحط بيضة بيضة. طبعا ما تنزليش بالبيض كله مرة واحدة لأن ده بيفرق في قوام العجينة، ممكن تسيل منك، فهننزل ببيضة بيضة مع الخفق المستمر. لو انت ما عندكيش عجان او ما عندكيش مضرب بيض، يبقى هتستخدمي المعلقة العادية او الشوكة او يعني المضرب بتاع البيض اللي هو اللي مش كهربائي. تمام، بس هياخد معاكي وقت، يعني ممكن تقعدي بتاع 10 دقايق او ربع ساعة لغاية ما ياخد معاكي القوام اللي هو ايه بقى معايا ده. دي البلبلة اللي احنا هنستخدمها، هي شبه بتاعة بلح الشام بس مفتوحة يعني مش مقفولة. وممكن تستخدمي الكيس بتاع الحلواني العادي اللي متوفر عندنا في البيت القابل للغسيل، وممكن تستخدمي الكيس ده. العجينة عامة طرية، ما تقلقيش يعني مش هتفرقع معاكي في الكيس. هتبتدي بقى تستخدمي الكيس بالشكل ده، بتحطيه في كوباية عشان تعرفي تتحكمي في كمية العجين. وبمعلقة تانية زي ما انت شايفة كده ابتديت اطلع العجين، وما تحطيش كتير، يعني كفاية اوي تحطي تلت الكيس تقريبا عشان خاطر تعرفي تتحكمي فيها بالشكل ده كده. وبعد كده بتبتدي تجيبي بقى الصينيه وبتدهنيها بالزبده. وعايزه اقولك طبعا ان في فرق جامد جدا بين انك تدهني الصينيه بالزبده وبالزيت. بالزبده بنسبه 100% مستحيل هتلزق منك العجينه. تمام كده. وممكن كمان تحطي ورق زبده مدهون وبرده بتدهنيه على خفيف كده عشان خاطر برده ما تلزقش منك. ابتديت انا دلوقتي بقى بضغط من قدام كده على الكيس بتاع الحلواني، طبعا ما تضغطيش من فوق عشان الكيس ما يفرقعش، هتبتدي تضغطي من تحت كده. وطبعا كميه او حجم الاكلير بتاعك انت بتتحكمي فيه، يعني ممكن تضغطي على العجينه شويه وانت ثابته مكانك، فبتكون الاكليره تخينه شويه زي ما انا عملت كده دلوقتي. وممكن تخليها رفيعه، فدي حاجه انت بتتحكمي فيها. الطول العرض بتاع الاكليره انت بتقدري تتحكمي فيه وانت بتضغطي العجينه نفسها. فشايفه الشكل بيكون ازاي. وطبعا بتسيبي مسافه بين القطعه واللي جنبها عشان خاطر هي شويه يعني بتكبر شويه في الفرن. طبعا زي ما انت شايفه انا ما حطيتش اصلا في الاكلير اي نوع من انواع الحاجات اللي بترفع العجين، اللي زي مثلا البيكنج باودر، الخميره، الصودا، ما حطيتش اي حاجه من الحاجات دي. كده خلاص احنا دخلناه الفرن، بيدخل على فرن حامي، وبعد كده بتبتدي تقللي نسبه الحراره وما تفتحيش عليه لغايه ما يستوي. بيقعد حوالي ربع ساعه او تلت ساعه في الفرن على نار في البدايه عاليه وبعد كده وسط. الكريمه اللي هنستخدمها النهارده هنستخدم فيها الباستري كريم. 100 جرام من الباستري كريم، هو الكيس اللي انا جايباه ده او العلبه فيها 100 جرام، هتلاقوها موجوده في محلات مستلزمات الحلواني. وهستخدم عليهم كمان 5 معالق من الكريم شانتيه الخام اللي مش موجود معاه السكر. تمام. وكمان هستخدم كوبايه ونص من الحليب البارد. عايزه اقولك ملحوظه ان الباستري كريم بيعطي طعم وقوام تحفه جدا جدا للكريمه، لكن ممكن يكون مش متوفر عندك، ففي الحاله دي ممكن تستبدليه بكوبايه كامله من الكاسترد اللي نوعا ما لازم يكون تقيل. انا ضربت كده الكريمه بتاعتي، اخدت معايا حوالي 10 دقايق ضرب. وبعد كده هبتدي بقى اجيب الاكلير بتاعي طالع من الفرن اهو، والبروتيفول كمان انا عملت منه كام قطعه عشان بس اوريك ان العجينه نفسها ممكن تعملي منها اكتر من شكل. التحمير بتاعه طبعا ممتاز جدا اهو زي ما انت شايفه، وهوائي جدا اهو، لازم يكون هوائي وفاضي كده من جوه. استخدمت البلبله الصغيره خالص دي عشان احشي بيها
الاكلير عشان خاطر هي رفيعه. اما عن الاماكن اللي انت ممكن تحشي فيها الاكلير، فطبعا عندنا 3 طرق. ممكن تفتحي من تحت زي ما انا بفتح كده بالظبط خرمين صغيرين، وممكن تفتحي من الجنب ده ومن الجنب ده بالطريقه دي. والطريقه الثالثه ان انت تعملي يعني نظام الساندويش كده، بتفتحيه من الجنب وتحشيه، ودي طريقه تقليديه كتير متعارف عليها حتى في المحلات. وبالنسبه للبروتي فول كمان بتبتدي تدخلي فيه كده بالبلبله وتبتدي تحشيه من تحت. طبعا انت بتحسي وانت بتمليه بالكريمه، بتحسي يعني انها بتتملى معاكي، فانت ما تزوديش اول حشو عشان خاطر ما تفرقعش منك او تتكسر. ده كده بعد ما حشيت الكميه. هبتدي انا اكمل بقى كل الكميه دي وهوريكم الاول كده طريقه الحشو اللي بيحشوها في محلات الحلويات، وهي دي المتعارف عليها في الاكلير. انا عايزه بس الفت نظركم لحاجه، زي ما انتم شايفين العجينه لازم تكون هوائيه جدا بالشكل ده. لو العجينه طلعت منك فيها عجين من جوه، تعرفي ان انت كده تسويه الفرن بتاعتك مش مظبوط. فزي ما قلت لك اول 10 دقايق لازم يكون على نار عاليه، ومن غير ما تفتحي الفرن بتهدي الفرن. يعني ايه نار عاليه؟ يعني بتخليه على 180 او 190 او 200 درجه مئويه. انا الفرن بتاعي ما فيهوش اساسا يعني ارقام ولا في الكلام ده خالص، بس انا ببقى عارفه ازاي بعليه وازاي بوطيه. فانت طبعا كل واحد بيكون عارف الطريقه اللي بيعلي بيها الفرن بتاعه. ففي الاول على العالي، وبعد كده اخر 5 دقايق او اخر 10 دقايق بيكون على الهادي. ابتديت اكسر شوكولاته مطبخ خام اهوت، واستخدمت حوالي تقريبا 300 جرام من الشوكولاته الخام الغامقه، واستخدمت كمان حوالي 100 جرام من الشوكولاته اللي هي البيضه. احنا مستخدمين الشوكولاته الغامقه اكتر، وممكن كمان تخلطي الاتنين مع بعض، وانا هوريكي دلوقتي لما خلطتهم مع بعض اعطوني الشكل عامل ازاي. طبعا لو عندك ميكروويف بتدخلي الطبق في الميكروويف لغايه ما الشوكولاته بتدوب. انا حطيتها في الفرن مع مراعاه طبعا ان انا كنت بقلبها كل شويه. بعد ما تطلعيها بتضيفي عليها معلقتين كبار من الزيت، لازم يكون نوع الزيت نضيف، انا استخدمت زيت عباد. وبعد كده بتبتدي طبعا تحطيها في الشوكولاته بالشكل ده، وبتنزلي الفايض بالمعلقه بظهر المعلقه. وهعمل معاكم كمان واحده اوريكم انا بعملها ازاي. زي ما انتم شايفين بغطسها كده في الشوكولاته، وطبعا لازم تقلبي الشوكولاته من وقت للتاني عشان ما تجمدش معاكي، ونحافظ على درجه الحراره بتاعه الشوكولاته بتاعتك تكون يعني تكون سخنه، ما تكونش بارده. لو بردت منك مش هتاخد معاكي الشكل الانسيابي اللي انت شايفاه ده. انا عملت كده الكميه كلها، وبعدين دلوقتي طلعت الشوكولاته البيضاء اللي انا دوبتها في الفرن، حطيت عليها معلقه كبيره من الزيت، لان طبعا انا مش عامله غير كميه صغيره، انا عامله حوالي 100 جرام من الشوكولاته البيضاء. وتبتدي تزيني بيها وش الاكلير والبروتيفور بالشكل اللي انا بعمله ده بالظبط. ولو لقيتي ان الشوكولاته بتاعتك اللي هي البيضه بالذات، طبعا لان كتير بتخرز مننا وكتير بتحبب كده منك بعد ما تدوبيها، فالافضل ان انت تصفيها عشان خاطر تطلع معاكي ناعمه جدا. وكده خلاص انا خلصت الكميه كلها، زينت البروتيفول وزينت الاكلير. هنبتدي بقى دلوقتي عشان نقدمها بطريقه شيك وحلوه، او لو انت بتشتغلي في الحلويات وعايزه تقدميها بشكل شيك للزبون بتاعك، فلازم تحطيها في ورق زي بتاع الكب كيك كده، وفي ورق مخصوص بيتباع للاكلير. بس انا طبعا عشان عامله قطعه الاكلير بتاعتي صغيره، ما بحبش اكبرها قوي بصراحه، لا طول ولا عرض، فابتديت احطها في ورق الكب كيك بتاعي، فتحته بالعرض كده وابتديت احطها فيه عشان يكون شكل التقديم كويس. ودلوقتي هبتدي اوريكم قطعه من جوه شكلها بعد الحشو بيكون عامل ازاي. ده كده بعد الحشو طبعا تحفه. وعلى السريع كده بس عايزه اقولك ملحوظتين مهمين. الاولى ان ممكن تستخدمي الزيت او السمنه بديل للاكلير في يعني في الماده الدهنيه، بس هيفرق معاكي بنسبه مثلا نقول 70% في الطعم. الحاجه التانية ممكن تستخدمي الباستري كريم اللي احنا حطيناه مع الكريمه، تستبدليه بالكاسترد، بس برضه هيفرق معاكي كتير جدا في الطعم. كمان ملحوظه مهمه عايزه اقولها لك، ان ممكن تحفظي الاكلير او البروتيفول في علب حافظات في التلاجة وما تقلقيش خالص، بالعكس الطعم بتاعه بيكون احلى، مش بيتغير ولا اي حاجه. وكده خلاص وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه والمعلومه وصلتكم. ان شاء الله لو مشيت على المقادير دي اكيد هتطلعي الاكلير بصوره في منتهى الجمال وطعم تحفه. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشيريه مع اصحابك، وما تنسوش كمان تشتركوا في صفحه القناه على الفيسبوك نجلاء فتحي او نوجا تشانل. واللي عنده اي استفسار يسيب لي في الكومنتات وانا هرد عليه. اسيبكم في رعايه الله ومع الف سلامه.